احنا اسفين يا شبلي بيه على اننا بنتعبك يعني وقلقين منامك كل يوم والتاني بمناسبه ومن غير مناسبه. يا فندم عيب الكلام ده، منام ايه ونوم ايه وكلام فاضي ايه؟ انا تحت امرك تحت امر الشغل. عامل لي فيها سبايدر مان، بتدخل تاخد مستندات من غير اذن نيابه وحتى من غير ما تقول لي. يا فندم بصراحه انا زارع نفسي في وسط العصابه 13 يوم، ابتديت اتاثر بيهم، خفت ابقى واحد منهم، قلت لا ما بديهاش، لازم احط الخطه واحدد ساعه الصفر واجيب السي. ما قلتليش ليه؟ لاني عارف انك مش هترضى لانك مش واثق فيا، انما المره دي انا خطيت الخطه وكل حاجه تمام. خطيت الخطه؟ طيب يا سيدي الحمد لله اللي خطيت الخطه، فين بقى المستندات؟ مستندات؟ فندم ده لفظ قديم قوي، ده يمكن من السبعينات. ده دلوقتي بقى في حاجه اسمها سي دي، تقدر تعمل منه 100 مستند لو عايز. بطولك. طب يا سيدي انا راجل قديم، فين السي دي؟ ما انا هقول لسعادتك يا باشا. قول لي سعاده الباشا، احرق دم الباشا. ايه يا باشا مالك سلامتك؟ في حاجه يا فندم؟ لا مفيش. فين السي دي؟ السي دي مع مواطن مصري شريف، الانسان الوحيد اللي توسمت فيه الحكمه والعقل والرزانه وانا بهرب من نيران المعركه. معركه؟ يا وكان في معركه؟ طبعا يا فندم، هو انا ظابط عادي؟ ده المطاردات استمرت يجي ساعه الا تلت. مطاردات؟ فين السي دي؟ مع مواطن وطني زينة شباب التجمع الخامس. هو انا هرتبط بيه؟ روح هات منه السي دي. بصراحه اصل انا امبارح قبل ما امشي نسيت اساله كان اسمك ايه. انت يا ابني عاوز ايه؟ ايه حكايتك معايا بالظبط؟ كتبت طلب نقل ما وقفوش عليه، تحب استقيل عشان تسرق؟ مش للدرجات يا فندم، انا بس نفسي مره واحده تثق فيا. بلاش الكلمه دي. ليه بس؟ كل مره تقول لي ثق فيا تحصل كارثه. صدفه؟ لا بالصدف. وانت عاوز اثق فيك انت؟ ده انت ضيعتني. انا؟ ايوه انت. من يوم الراجل تاجر مخدرات جمجوم، فاكره؟ لما قعدنا مستنيين من سعادتك اشاره عشان نقبض عليه، فضلنا مستنيين لغايه ما الراجل هرب. راحت عليا نوم يا فندم، النوم سلطان ما يغلبوش الجان. نام بعدها يا سي سلطان. ما انا كان بقالي 10 ايام سهران بجهز للهجمه، طبيعي جدا يكبس عليا النوم. تقوم تنام في اللحظه اللي هتقبض عليه فيها. اهو نصيب.